السلفيين في اليمن أتمنى تستغلوا الفرصة، لأنكم أكثر ناس تعرفون حجم هذه الفرصة، فلا تضيعوها من أيديكم. بالأمس وزير الدفاع اليمني سمعت راح زيارة لمركز من مراكز أهل السنة والجماعة. الرجل يقول لكم المعسكرات مفتوحة، تعالوا ادعوا الناس. المساجد مفتوحة، تعالوا ادعوا الناس. وزارة الإوقاف والإرشاد بيد الدكتور تركي الوادعي، ادعوا الناس. انتم أكثر ناس تعرفون حجم هذه الفرصة. قبل أيام معدودة كان يسجن الرجل فقط لأنه ذهب إلى دماج. قبل أيام معدودة كان يسجن الرجل فقط لأنه ربى لحيته. قبل أيام معدودة كان الرجل يسجن لأنه جاب كتب من كتب التوحيد من السعودية. قبل أيام معدودة كنتم تحاصرون وما تسمحون حتى في الخطابة. استغلوا الفرصة، والله الذي لا إله إلا هو أنها فرصة وجاءتكم بطبق من ذهب. الناس بحاجة إلى دعوة التوحيد، الناس بحاجة إلى من يدعوهم للتوحيد، الناس بحاجة إلى من يدعوهم لخطر الأحزاب وخطر الجماعات. المكان مفتوح لكم وين ما رحتم. عدن يرحبون فيكم، الضالع يرحبون فيكم. السلفيين اللي ما يدعون لأحزاب ولا الجماعات، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الناس عرفت حقيقة دعوتكم، لا تدعوا الحزب ولا الجماعة ولا الجمعية ولا المال ولا الراتب ولا السلطة، تدعون للا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس مشتاقين لهذه الدعوة. استغلوا هذه الفرصة، وظفوا أنفسكم. طلبة العلم انشروا التوحيد في كل مكان، انشروا السنة. أنا لست داعية ولا طالب علم، والله العظيم ما حضرت في أي مركز من مراكز أهل السنة والجماعة. ممكن جيت سلمت عليكم كذا وصليت عندكم فرض أو فرضين أو مشيت. والله العظيم لو كان عندي علم مثل ما عندكم ما توقفت لحظة واحدة، وإني ذهبت لأنشر الدعوة وأنشر التوحيد والسنة في كل مكان. استغلوا الفرصة. الأرض أرضكم، وكما قال لكم أحد القيادات قبل فترة في الضالع: الأرض أرضكم ونحن أولادكم. انشروا الدعوة. الناس بحاجة إلى من يوعيهم. الناس عرفوا خطر الحزبيات وخطر الجماعات وخطر الأحزاب هذه التي تدعو إلى السلطة وتريد جاهدة بأن تسعى للسلطة. اليوم الناس عرفت بأن الدعوة دعوة التوحيد. انشروا دعوة التوحيد والسنة. استغلوا الفرصة. الدنيا كلها تريدكم إن لم تعودوا الآن إلى دماج وتنشروا التوحيد في المعسكرات وفي المساجد في كل مكان. الدنيا تنتظركم. ولاة الأمر أسلموا أمور الدعوة إليكم، فاتقوا الله في الناس، اتقوا الله فينا، ودعوا الخلافات على جنب، واستغلوا مواقعكم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مكنوا الدعاة من نشر دعوة التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم بلغت اللهم فاشهد. والله العظيم أني لما أرى القادة كذا يقبلون على الدعاة السلفيين ويقول لهم ادعونا نحن بحاجة إلى الدعوة، إنه أفرح، لأنه كنا قبل فترة يسجن الدعاة اللي يخرجوا من دماج. الآن أصبح الدولة وأصبحت الحكومة هي من تطلبكم للذهاب للدعوة. فاتركوا الخلافات على جنب وانشروا دعوة التوحيد والسنة. هذه الظروف وهذه الفرص ما بتجيكمش كل يوم. اتركوا الخلافات على جنب وانشروا دعوة التوحيد والسنة. السلام عليكم ورحمة الله.